شكرا للاستاذ الباحث صابر الشنوبي. ولو اننا كنا عايزين يعني مده اطول، لانه يعني موسوعه مثل هذه الموسوعه عايزه وقت اطول وشرح اطول، عايزه ندوه خاصه يتحدث فيها بقى بكل تفاصيلها وبكل اصدار. يعني بنشكرك، لكن انت حضرتك تحدثت عن يعني جذور العوائل، تحدثت عن رحلات، تحدثت عن الوثائق، تحدثت عن كتب الرحالة. كل ذلك سوف يعقب عليه الأستاذ الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة، فليتفضل. طيب، مساء الخير. أولا خلوني في البداية أحيي الإدارة المركزية للمسابقات الأدبية ومنح التفرغ، واللي بترأسها الدكتورة والصديقة العزيزة الدكتورة إيمان نجم، على رعايتها للباحث في الحقيقة وعلى إعداد هذا اللقاء على شرف الموسوعة. خلوني أحيي أيضا بيت السناري ومكتبة اسكندرية والأستاذ هيثم على استضافته لهذا اللقاء. ودايما بيت السناري في الحقيقة أصبح يعني منارة ثقافية وامتداد لمكتبة اسكندرية في القاهرة. في الحقيقة زي ما قالت الدكتورة إيمان، العمل اللي احنا بنحتفل بيه النهارده اللي هو الموسوعة يوضح لنا مدى أهمية مشروع التفرغ، مشروع منح التفرغ، وإن اللي حط مثل هذا المشروع في الحقيقة ما حطوش من فراغ، وإنما كان ينتظر من وراءه الكثير. ورغم إن القيمة المادية لمنح التفرغ لم تعد يعني مجزية زي ما كانت زمان في البداية. في البداية كان الجنيه المصري لسه يعني بخيره، كان 100 جنيه ده يعني لما كان مرتب خريج الجامعة 17 جنيه ونص. فلكن في الحقيقة ما تزال منح التفرغ بتلعب دور مهم جدا، وهي ذراع من أذرع وزارة الثقافة لتنمية الثقافة والإبداع بشكل كبير. ففي الحقيقة كان لازم أشيد بالمشروع وبالإدارة المركزية وبإدارة الصديقة العزيزة دكتورة إيمان، وشرفنا كتير من الإدارة المركزية. عايز أحيي في الحقيقة صابر الشريف. أنا هقول لحضراتكم اللي حصل إيه. الأستاذة الدكتورة إيمان نجم كلمتني الصبح وقالت لي في حاجة غريبة قوي وأنا عايزاك تحتفل بالحكاية دي. قلت لها إيه؟ قالت لي في باحث. أقول لك قالت لي قالت مجنون علمي مطلع موسوعة عن البرولوس. قلت لها اشمعنى البرولوس؟ قالت لي أصل دي بلده. قلت لها ابتديت أفهم. فقالت لي مطلع الموسوعة في كذا مجلد، كل مجلد يوصل 500-600 صفحة. قلت لها طب ولقيتوا ميزانية؟ جبتوا ميزانية منين عشان تطبعوا الحاجات دي؟ قالت لي لا، ده هو طبعه على حسابه. الحقيقة قلت لها لا، ده يعني عمل وشغل لازم أشوفه. وقلت لها أنا عايز أشوف الباحث ده. بعتت لي الموسوعة وابتديت أتصفحها في الأول، ففهمت من قبل ما أشوف صابر الشنوبي، فهمت تركيبته على طول. سألتها فعلا عنده كام سنة؟ قالت لي آخر الثلاثينات حاجة زي كده. فلما ابتديت ألف الموسوعة فهمت على طول مين هو صابر الشنوبي، أو هو بيمثل كذا. في دايما في تاريخ مصر وجغرافية مصر من زمان، من مئات السنين حتى، في ناس بيبقوا مهتمين
بالكتابه عن تاريخ مدينتهم او منطقتهم، وبيتفرغوا بيعملوا فيها كتب ودراسات كبيره. وفي الحقيقه ده بيبقى نوع من انواع الوفاء والالتزام والارتباط والانتماء للحاضنه الاولى او الام، القريه والمنطقه والمدينه والمحافظه. هي في الحقيقه بالنسبه لمصر بصفه خاصه القروي هي الام، زيه زي الام، فبيبقى في نوع من انواع الارتباط بشكل كبير. في نفس الوقت الناس اللي عندهم وعي تاريخي وحس ادبي لما بيتجول زي ما هو كتب عن القرى والجزر اللي في البرولوس، دايما وراء اللي عنده حس تاريخي ووعي ادبي، وهو بيمشي كده مش مجرد بيشوف عمود او مشربيه او بتاع، لا على طول بيترجم ده لمعاني واحداث تاريخيه. صابر من النوع ده، عشان كده عنده استطراد بشكل كبير جدا. يعني هو في الموسوعه طبعا دخلنا من الموضوع ننتقل الموضوع، لان هو كل موضوع عنده حكايه او كل موضوع عنده مسرحيه. حتى وهو بيشرح هنا راح دخل رغم ان الموضوع عن البروس قاعد يشرح موروسكيه وكذا. طبعا هو في هجرات موروسكيه جت البرولوس والشمال مصر بشكل كبير، لكن هو حريص على كل تفصيله ينسج عنها وحواليها حكايه. النوعيه دي طبعا كل ما بتطلع حكايه زي كده حكايات الف ليله وليله وشهرزاد، الحكايات تتوالد، فنبص نلاقيه داخل في موضوعات متعدده. عشان كده الموسوعه مثلا طلعت في 7 أجزاء، يعني كبيره، يعني حجم كبير في الحقيقه. لكن الشيء المهم كمان حرصه على ان هو يطبع ده ويخرج للزبون. في الحقيقه كان ممكن زي ناس كتير ياخد منها التفرغ خلاص يعمل الشغل خلاص، لكن يطبعوا على حسابه كمان، دي قصه مهمه في الحقيقه. صابر الشرنوبي كمان في الحقيقه هو من الناس اللي بنسميهم دودة كتب. في ناس كده بنسميهم دودة كتب، يعني ايه؟ حطوا قدامه اي كتاب هيخلصه وهيتنقل لكتاب تاني وياكل كتاب تاني ورابع، وكل كتاب يوصله لكتاب تاني، فدول بنسميهم دودة كتب. ودول مثلا لما حد منهم بيعمل ماجستير ودكتوراه معايا بقول له لا، في لحظه لازم تقف، لان ايه؟ طالبان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فلو فضلت كده مش هتشبع ومش هتقدر تخلص الشغل، لازم تعمل وقفه وتوقف. فصابر من النوع اللي هو دودة كتب في الحقيقه، عشان كده لازم يتعمل عليه كنترول عشان يعرف يقف امتى يقف، لان النوع ده هي اللذة عنده في القرايه. صابر برضه من النوع اللي في الحقيقه رجع ليه مصادر تاريخيه وجغرافيه كتيره ومتعدده، لدرجه انه في بعض مثلا المصادر كتير من الناس ما تعرفش عنها حاجه، زي بيري رئيس الرحاله والقائد البحري العثماني التركي زار البحر المتوسط ورسم خريطه من ضمنها لمصر، لسواحل مصر. هو كان حريص على انه يرجع للخريطه ويكتب كذا صفحه ويشير اليه، فيعني هو من النوع زي ما قلت لكم دودة كتب في الحقيقه في التفاصيل. فهو رجع ل تقريبا كل المصادر التاريخيه والجغرافيه اللي اتكلمت عن البرونز على وجه الخصوص، لكن كمان عن تاريخ مصر بشكل خاص. والنوعيه اللي قلت لحضراتكم عليها نوعيه صابر، هو النوع زي ما قلت لكم لما بيمشي في مكان هو مش مجرد انه بيشوفه، لا في حكايه بتتولد عن المكان ده عنده،
وبيحاول اذا ما لقاش ماده في الكتب يتحرى عنها في حاجه بنسميها في الجامعه التاريخ الشفوي، وهو اعتبرها دراسات ميدانيه، انه يشوف وينزل القرى والاماكن ويتكلم مع الناس ويجمع حكايات او يوثق حاجه في محاوله لربط الماضي بالحاضر، وهو نجح في الحكايه دي بشكل كبير. لكن كمان بالنسبه لصابر، لانه هو كمان بيكتب عن مكان بيحبه او يعشقه، فده بنسميه ان في ارتباط عاطفي ما بين الباحث والمبحوث، الموضوع الدراسي. طبعا لو في الجامعه اقول له دي لا ما تعملهاش، يعني لما يبقى في ارتباط عاطفي بينك وبين المكان المبحوث او الدراسه هتقع في غرام المكان، مش دايما البحث العلمي يتجرد ويبقى يبعد مسافه كده علشان يكون يقدر يذكر الابيض والاسود والنقد والبتاع. لكن صابر هو واقع في غرام البرولوس بشكل كبير جدا، عشان كده وهو حتى بيكتب هو بيربط الماضي بالحاضر، وهو احيانا يتحسر على بعض الاوضاع اللي موجوده في البرولوس، لدرجه ان هو حط خطه لتنميه البرولوس، يعني ما يحطهاش هيئه التخطيط العمراني والتنميه السياحيه وبتاع. فطبعا ده كويس من توصيات البحث. طب مستقبل المكان ايه؟ بس هو بيحب المكان قوي، لدرجه ان هو قال ان سيدنا ادم نزل في البرولوس. طبعا انا عايز اقول له ان ايه، في اكثر من 30 مكان في العالم كل مكان يدعي ان سيدنا ادم نزل فيه. انا عارف ان انت بتحب المكان. انا عارف ان انت ادم الفراعنه. لا امال هو في ادم واحد بس؟ تتكلم على حورس والاسطوره. بس اللي انا عايز اقوله لك ان في 20-30 مكان في العالم، مش بس في العالم العربي، في العالم بشكل عام، كل مكان فيه اهله بيعتقدوا ان ادم نزل. لدرجه في الهند مثلا لا ده في اساطير وكلام كبير، وجبل ارارات في ارمينيا عليه كلام كتير جدا، وحتى في السعوديه مثلا، في السعوديه تفسير لكلمه، احد التفاسير طبعا مش تفسير احد التفاسير لكلمه جده، انها حواء لانها نزلت في هذا المكان والتقوا. فانت بتحب البرولوس طبعا، البرولوس نزل فيها ادم وحواء كل حاجه، بس ده لو عزمتنا على اسمه ايه تعيش ان شاء الله. انا عارف. هو مش عايز اقطع حضرتك. لا اتفضل. لان هيبقى لي كلمه موجزه عن عبقريه المكان. طبعا. الكاتب والباحث صابر العطوي كده كتب هذا الكتاب ليس من قبيل انه من ابناء هذا الاقليم فحسب، بل ان هذا الاقليم وجده يستحق. طبعا. لاسباب انا هقولها لحضرتك دلوقتي. طب ما انا بس انا اقولها. علميا وتاريخيا. لا انا افتكرت الكلام اللي حضرتك بتقوله في خلق سيدنا ادم حقيقي، انما الارجح ان هناك مكان من ثلاث خلق فيه الله تبارك وتعالى سيدنا ادم، قال جنوب شرق اسيا او شبه الجزيره العربيه او ضفاف بحيره البرولوس. ورجح المؤرخون انه على ضفاف هذه البحيره للاسباب الاتيه. في بدايه الخلق كان سيدنا ادم عليه السلام يسمى نون، وكان يطلق على هذه البحيره نون. الربط بين هذا وذاك لما نزلت الايه في القران نون والقلم وما يسطرون. لما اجي حضرتك للتاصيل التاريخي وبرضه مش من قبيل تزكيه النفس، انما لدينا دراسات متأنية في هذا، وقلت الكلام ده في اكثر من لقاء فضائي. صابر العطوي حين يختزل مؤلفاته في مساله حيازه للاقليم يبقى ظلمه صابر وللمكان. انا ما قلتش كده. عبقريه المكان ذاته هي التي فرضت هذا. شكرا. انت كمان عندك غرام بصابر الشريف. صابر
تجيبه وفي النهايه طب ما تصلي على النبي. لا الكلام غير دقيق. ما تصلي على النبي. صلي على النبي. صلي على النبي. انا عارفك ان انت بتحبه. انا عارفك انك بتحبه. انا ليا كتابات من 30 سنه. لا سنه عنه بس. ما يبانش عليك يا راجل، لسه شباب. ده كل حاجه شاخد. شاخد في ايه بالظبط؟ الحمد لله. طيب برضه زي ما بقول لحضراتكم كلامي طبعا لصالح شرنوبي في الحقيقه. بس انا بحب يبقى كلامي موضوعي بشكل كبير وعلمي بشكل كبير. فانا كاستاذ تاريخ ورئيس قسم التاريخ اقدر اقول لك ان المكان اللي نزل فيه سيدنا ادم غير محسوم بشكل عام. انا قلت لحضرتك الحرب واعلم انني محدث احد اساطير اساتذه التاريخ قبل الاستاذ الدكتور عبد الفيز بمرحله واعلم هذا السابق. صلى على النبي. صلى على النبي. صلى على النبي مره ثانيه. المنهج البحث التاريخي علمنا دايما التواضع، وان لما اجي اقول احسن حاجه ده اصعب شيء. انا قلت لك احسن زي ما قلت لكم من قبل ما اشوف صالح الشرنوبي انا فهمت شخصيته. انتوا عارفين اللي بيحب والعاشق اللي لو قعدت تكلمه على محبوبته، انت بتكلمني في ايه؟ دي محبوبتي. ده شيء اساسي. عشان كده مثلا هو حط تخطيط لتنميه البرولوس بشكل كبير جدا، لدرجه انه وانا بقراه حسسني ان لا العناوين الجديده كانت لازم تتعمل في البرولوس. طبعا هو قدم تخطيط بشكل جميل جدا، بس هنا طبعا الحماس. المهندس بتاع التخطيط هو ملوش دعوه، هو بيختار الحاجه بتاعته، لكن الانسان اللي بيحب المكان زي ما احنا كلنا بنقول مصر ام الدنيا. طيب اصحابنا المغاربه او اساتذه التاريخ المغاربه دايما يقولوا لنا طب مصر ام الدنيا، طب مين ابوها؟ فيقول لك المغرب ابوها. فدايما اللي بيحب المكان ما بيشوفش غيره. يعني احنا حتى مثلا نقول مصر المحروسه، ويقول لك دي المحروسه، بيتقال عليها المحروسه. وما فيش مكان لا، حتى دمشق يسموها دمشق المحروسه. فهنا اللي بيعشق مكان بيشوفه بشكل كبير. عشان كده نظرتي هتبقى مختلفه شويه عن نظره الشرنوبي او عن نظره ناس تانية، لانه انا بشوف المساله من بره بنظره الطبيب. انتوا عارفين الفكره ايه؟ المريض دايما يتصور ان المساله حاجه كبيره جدا واهل المريض. الطبيب دايما لا، لازم يبقى بارد شويه عشان يقدر يدي صوره اكبر عنها. لكن في الحقيقه الشرنوبي لما اتكلم على او قدم مشروع لتنميه البرولوس، هو كان صادق في الحقيقه. المنطقه تستحق بشكل كبير جدا. وانا ما رحتش مثلا بلطيم غير مره واحده. وفي الحقيقه الشاطئ بتاعها حلو جدا. وهو ضرب مثلا وقال الريفيرا الفرنسيه. بالمناسبه انا رحت الكان والريفيرا الفرنسيه. لا ده بلطيم احسن منها. بالمناسبه الشاطئ بتاعها مش بالمناسبه انا مش طبعا انا مصري وكل حاجه، بس مش بقول ده عشان انا مجرد مصري وحماس وكده، لا. الشاطئ في كان صغير جدا ووحش وحش، اقرب لصخور الشواطئ حتى بتاع الساحل الشمالي احسن منه بشكل كبير. ورغم ذلك ده الريفيرا الفرنسيه. بلطيم مثلا انا لما رحتها زمان من فتره انا استغربت جدا ازاي ما يتمش استثمار وتنميه بلطيم بشكل كبير في الحقيقه. هو طبعا لان هو متحمس لبلطيم، طبعا انا فاهم ليه ما تمش الاهتمام بالبرولوس تاريخيا، يعني فاهم ده ليه
وهيستمر شويه ليه كمان. لكن هو مثلا ضرب مثلا بجوابات من عباس خضر من اكثر من 70 سنه بيتكلم على بلطيم ومصيف بلطيم، وان ازاي مصيف بلطيم ده كان ممكن يبقى من احسن المصايف في مصر وفي البحر المتوسط، وده حقيقي. لكن الاختيارات العمرانيه والسياسيه بتخضع لمعايير ثانيه بشكل كبير جدا. يعني مشروع الساحل الشمالي لا ده مش حلو في الحقيقه. الساحل الشمالي ايه؟ ده اسكندريه دي ماريا وترابازا مثلا، لكن كان في اختيارات سياسيه وبتاع. لكن منطقه البرولوس في الحقيقه هو كمان قدم مشروع لتطورها بتنميه الصناعات المحليه. وده مهم في الحقيقه لان ده يتماشى مع تاريخ منطقه البرولوس، خاصه لما نتكلم عن صناعات السفن والمراكب. ده كان شيء مهم جدا وممكن استثماره بشكل كبير في الحقيقه، واعاده استثمار. يعني انا مش عارف اذا كان ده ممكن يتم من خلال الدوله ولا من خلال جمعيات تعاونيه، لان في انواع من الاستثمار والتنميه بتبقى من خلال جمعيات تعاونيه بشكل كبير. من ضمن الاقتراحات برضو كان المصانع في منطقه البرولوس، وهو من وجهه نظره وده صحيح، وده ينطبق على البرولوس وينطبق على مناطق تانية في الدلتا، صناعات خاصه بالمنتجات الغذائيه اللي هو تصنيع وتعليم المنتجات الغذائيه. وده في الحقيقه مشروع كان مصر سباقه فيه بشكل كبير جدا، في اهل ادفينا والحاجات دي بتاع، لدرجه انها كانت بتتباع في افريقيا في الستينات والسبعينات، وكان سوق رائد جدا. انا سمعت من الفريق مهاب مميش لما كان ماسك قناه السويس، قال انه لما كان قائد البحريه وبتاع وكان بيروح افريقيا، فكان الافارقه بيسالوه على منتجات اهل ادفينا، هي ليه ما بتجيلناش دلوقتي؟ دي كانت بتتباع خضار، علبه الخضار جواها حته لحمه. كان بالنسبه للافارقه ده شيء مهم. فالكلام اللي بيقوله فعلا على اقامه صناعات على المنتجات الغذائيه اللي موجوده في منطقه البرولوس ده شيء مهم جدا. هو اتكلم كمان عن حاجه مهمه جدا في الجغرافيا والتقسيم الجغرافي والتقسيم الاداري. ان للاسف منطقه البرولوس اتقسمت بين اكثر من محافظه، المنطقه لفترات طويله. يعني شويه كفر الشيخ، يعني كفر الشيخ دي حديثه شويه، لكن كان في غربيه، محافظه الغربيه في اجزاء وكده. فالتقسيم واعاده التقسيم ودخول مكان الى محافظه ثم خروجه الى محافظه ثانيه في الحقيقه ده ما بيساعدش على التنميه بشكل كبير جدا. ومناطق البراري والحمول كانت بتعاني من الحكايه دي بشكل كبير. فكره التقسيم الاداري والجغرافي وتغيراته، يعني حتى سعد زغلول من قريه ابيانه المفروض كفر الشيخ، لكن في وقته كانت هي تبع الغربيه مثلا. فالتقسيمات دي في الحقيقه مشكله كبيره. مشروع التنميه مهم، انا ركزت عليه لان ده في الحقيقه منطقه البرولوس من المناطق اللي لم تستغل لاسباب كثيره جدا، بعضها اجتماعي وبعضها سياسي وبعضها اختيارات تخطيط عمراني بشكل كبير. لكن هو نقطة مهمة في الحقيقة في الموسوعة، خاصة انها من ابناء المحافظة. لكن كمان كنت عايز اسأله ليه ما فيش جهود محلية لتنمية المنطقة في الحقيقة؟ يعني كان في دايما بنسمع على مشروعات من الصيادين وجمعيات الصيادين ومشروعات لتنمية المنطقة. ليه إذا كان في ليه ما أحدثتش تطور كبير؟ وفي المغرب مثلا الجمعيات التعاونية استطاعت انها تطور مناطق اقرب للبرولوس
واستطاع يعني في عندهم في البرولوس مثلا الفنان اسمه ايه، فنان تشكيلي بيعمل معرض سنوي يعني. زيدان العشري. فنان زيدان العشري. في زيدان العشري وفي عبد الوهاب. عبد الوهاب بيعمل معرض ويستضيف ناس بجهود ذاتيه بالمناسبه. يا فندم؟ والدكتور موجود. وبجهود ذاتيه. في الحقيقه ده شيء مهم جدا لاحياء المنطقه. عجبني كمان في الموسوعه ذكره للصحابه والاولياء وتتبعهم. هو دؤوب او شغف في ذكر الصحابه والاولياء، وده دايما بنلاقيه عن اللي بيكتب تاريخ منطقته، سواء من المؤرخين اللي في مصر وفي العالم العربي او حتى في اوروبا. في فرع كده بنسميه تاريخ القديسين، واحنا في الشرق طبعا بنسميه تاريخ الاولياء، الصحابه والاولياء. ده دايما بيبقى فيه اهتمام كبير من جانب من يكتب تاريخ منطقته بذكر الصحابه والاولياء اللي عاشوا او ماتوا في اندفنوا في منطقته، لان ده بيديها قداسه. وباب كبير قوي في التاريخ عندنا سواء في اوروبا او في العالم العربي او غيره بنسميه تاريخ القديسين. واحيانا بيبقى الاولياء دول ما جوش المنطقه. ما بتكلمش طبعا عن البرولوس عشان ما يزعلوش، لا، حتى في اوروبا وحتى في مصر هنا احيانا ما يبقوش جم وعاشوا في المنطقه، فبيسموه مقام رؤيه. هو حد شاف وراى ان القديس ده او الوالي ده ظهر وعاش في المكان او ظهر له، فبنسميه مقام رؤيه في الحقيقه. فتاريخ القديسين شيء مهم جدا، وهو تتبع المساله دي بشكل كبير. كمان من ضمن طبعا تتبع تاريخ العائلات والقرى واسمائها بشكل مستفيض، يعني ذكر حاجات كتيره منهم وبتاع. وانا بضحك مثلا عشان الجرايده مثلا، هو ذكر الجرايده دي بلد شعر البراك سراج الدين، باشا سراج الدين. انا سراج الدين. فكان دايما سؤالي طب ليه ما حصلش تطور كبير في المناطق اللي زي دي؟ يعني ده سؤال برضو عايز اعرفه بتاع. المهم كمان هو اتكلم على البرولوس من ناحيه التاريخ العسكري. في فرع في التاريخ بنسميه التاريخ العسكري، وده بالمناسبه بيدرس في الكليات الحربيه. هو اتكلم عن البرولوس والتاريخ العسكري للبرولوس نظرا لجغرافيه البرولوس نفسها. البرولوس هي واجهه لمصر على البحر المتوسط، ولانها بحيره الشكل بتاعها ده، فده كان بيساعد على دخول الاساطيل اللي جاي تهاجم او اقامه طوابي وابراج. وعشان كده اتكلم على قرى البرج وغيره بتاع للدفاع عن المنطقه. فمنطقه البرولوس منطقه عسكريه بامتياز. هو ذكر من اول الاساطير الفرعونيه القديمه، لكن كمان ايام الحملات الصليبيه والهجوم على المنطقه والرغبه في حمايه مصر بانشاء برج او ابراج سواء للمراقبه او للدفاع من العصور الاسلاميه وصولا الى الفتره الحاليه. اتكلم كمان عن موقعة مهمه في سنه 56 وعن شهداء في العدوان الثلاثي بالقوات البحريه، بصفه خاصه جواد حسني السوري جول جمال في منطقه البرولوس. معركه البرولوس من المعارك الشهيره جدا في التاريخ العسكري. اللي انا عايز اقوله في الحقيقه انا مبسوط جدا من حماس الشرنوبي، حتى من غرامه وحتى من ولعه كده، وان هو بيدافع عن الماده اللي جابها. هو طبعا لو بيعمل معايا ماجستير
هشد عليه جامد في حاجات. لانه يعني يكلف نفسه حاجات في الهوامش، مثلا بيشرح كتير، ده يكلفك صفحات كتيره بالمناسبه. فالف دي اللي احنا بنعمله نقول له لا، اختصر الهوامش دي بشكل كبير جدا. عشان كده في الماجستير مثلا في القانون الجديد يقول لك ما يزيدش عن 250 صفحه. ليه؟ عشان لازم تعمل كنترول على الباحث، والا هو واحد بيحب، يعني هيبحر في بحار العلم. فلو هتعمل ماجستير معايا هقرص عليك في الحتت دي بجد. وعشان كده انت كلفتها كتير، لان انت في الحقيقه افندم يعني هو كلفها كتير جدا. لكن في الحقيقه دايما بعد كده من يعني 20 و30 و40 و50 سنه بيجي مؤرخين عايزين ماده عن منطقه ما بيلاقوش. كتاب شرنوبي في الحقيقه من الكتب اللي بتزيد قيمتها مع مرور الوقت ومع مرور الزمن، لان المؤرخين اللي هيجوا بعد كده وعايزين يكتبوا على المكان وعلى تحولاته، وخاصه ان هو بيرصد تحولات المكان البرولوس في وقته، يعني هو بيتكلم الناحيه التاريخيه بس في نفس الوقت بيقول دلوقتي بقى في ايه، او انا رايي ايه. يعني هو شرنوبي من النوع اللي متواجد في داخل الموسوعه في كل حاجه، يعني بيعبر عن نفسه، بيعبر عن رايه وبتاع. فالكتب اللي هي زي شرنوبي في الحقيقه بعد كده بتصبح مصدر مهم جدا للمؤرخين اللي بيجوا بعد كده وبيعتمدوا عليها وبيعرفوا يتعاملوا معاها، حتى بيعرفوا يتعاملوا مع نوعيه الحب والغرام والولع والعاطفه بالمكان. ده بيذكر يعني يقول ولان المؤلف من ابناء المنطقه فكانت نظرته الى المكان كذا وكذا. سعيد بالشرنوبي في الحقيقه، وانا كنت لسه جاي مع الدكتوره ايمان قلت لها الراجل ده عايز تكريم من نوع خاص في الحقيقه، لدرجه ان قلت لها لو كنت قلت لي من بدري شويه كنا عملنا له حاجه في معرض الكتاب، لان في الحقيقه يستحق. قلت لها كمان في الحقيقه لو الامر بايدي ان اديله منحه تفرغ خاصه او استثنائيه في الحقيقه، لانه يستحق نتيجه الجهد المبذول بشكل كبير في مثل هذه الموسوعه. بحييك عليها ومقدر حبك للمنطقه ومقدر حماسك في الحقيقه ومتوقعه من قبل ما اشوفك، لكن موسوعه جميله. طبعا انا عاجز عن الشكر للاستاذ محمد عفيفي، وهو يعني وصف الموسوعه اكتر ما انا هوصفها. ولكن في نقطه الحب اللي الدكتور اتكلم فيها اكتر من مره، فدايما الحب والابداع كلمتان تنغرن بهما الحياه ويعمر بهما الوجود وينجو بهما الانسان من مراحل الضياع في بحر الياس ومحيط الهلاك. فدي النقطه. وزي ما سيدنا النبي قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. لازم يبقى فيه حب. وقصة الانتماء إلى البلد أو الانتماء إلى المادة لازم يكون فيه تكيف. إن لم تتكيف مع المادة مش هتبدع فيه. لازم تتكيف. وأنا يمكن كتبت جملة شهيرة في البدايات. أنا تعبت كتبت عملت المجتمع كالمجنون الذي يعيش في مجتمع العقلاء. عشان أقدر أستمر. ولازم الاستمرار يبقى فيه حب وتكيف. إن لم يكن حب وتكيف مع المادة لن ننجح. ودكتور محمد أنا كان يعني النهارده مستغرب إن هو يعني لخص الموسوعة في تلت ساعة. أنا ما أقدرش ألخصها. أنا قاعد أجيب حبة من الشمال، حبة من فوق، حبة من تحت، عاوز يعني أبين كذا. حتى حتة الأولياء هو حضرته جابها، يعني الأولياء والصالحين والقدساء ومشاهد الرؤيا ومقامات وخلاف. الكلام ده فعلا احنا اتكلمنا
عنده الاستفاضه واراء، وجاب الجوابات بتاعت عباس خضر وجوابات مش عارف ايه واسمه سعد باشا زغلول وخلافه وكل ده. واحنا فتحنا الموضوع موضوع كبير جدا، وانا فعلا النهارده سعيد بتكريم الوزاره وحضور الدكتور محمد، ويكفيني حتى لو هنعمل ونطبع الجهد وحماة الثقافه يقدروه، ده اجر عند الله وعنده، مفيش اكتر من كده. الأستاذ الدكتور محمد عفيفي، شكرا للأستاذ الباحث صابر شنوبي. يعني أنا اللي شفته أستاذي الدكتور محمد، أنا شايفة تحليل شخصية علمية كمان، يعني حضرتك دخلت في التحليل الشخصية العلمية أكثر، وده دايما يعني من مراقبتنا للأساتذة الكبار زيكم في الجامعة دائما وابدا الاقي حضرتك دائما للطلبه مع الطلبه، حتى عندنا الطالب اللي بتلاقي فيه مميز او في اي شيء بتلاقي حضرتك بتحتويه وبتقدر تعرف ايه وليه وازاي. عجبني ايضا يعني حته طرحك للماجستير او الدكتوراه، لان دي حاجه كويسه انه حتى يبتدي او ياخد دبلومه او ياخد حاجه للموضوع، لان ده مهم جدا. انت عامل ماده انت ممكن ما اعرفش طبعا اذا كان انت بالنسبه علميا ان هو يقدر يستخدمها في شهاده علميه او لا، لكن دي مهمه جدا انك تقدر تكمل مشوارك العلمي. استاذ صابر، حضرتك دكتور محمد يعني اثرت كل الجوانب في الموضوع، وانا فاكره ان الموضوع ده قلته لك من شهر مثلا او من 25 يوم، يعني فطبعا ادي العيش لخبازه زي ما بيقولوا، ان هو يعني حضرتك ما شاء الله يعني اخذت، يعني بنتكلم في 7 مجلدات واضح ان كل الجوانب والمعرفه اخذتها. طبعا حته التخطيط والتنميه، انا عايزه اقول بس تعليق صغير انه الاداره السياسيه اساسا حضرتك طبعا عارف دمياط، مدينه دمياط وما حدث فيها ومن تطور للتخطيط العمراني، وحدث فيها يعني من احسن دلوقتي معمول فيها في فندق 5 نجوم وبقت مدار، يعني ايضا المنصوره الجديده، ايضا مدينه المنصوره الجديده. فايضا ليه لا ان الاداره السياسيه تنتبه برضه للمنطقه وتنتبه للمنطقه الجغرافيه واهميتها الجغرافيه، نتمنى ذلك. طبعا يعني مع مرور الوقت تزيد قيمتها، دي حقيقه انه يعني دي موسوعه فعلا، فعشان كده احنا بنحاول ان هذه الموسوعه تكون موجوده في المنصات، يعني في المنابر الثقافيه او المكتبات او الجامعات. بنحاول على قد ما نقدر اكبر كم من الجامعات انها تكون في المكتبه بتاعتها لتكون مرجعيه لاي باحث وتكون مرجعيه للباحثين يعني انا طبعا يعني قبل المداخلات حابه بس يعني اشكر فريق العمل للاداره المركزيه عندي، وحابه ان احنا نرحب بيهم. يعني عندي الفريق العمل اللي قام بكل الشغل وانا معاهم، مش يعني انا اعتبر من غيرهم يعني لاني انا معاهم على طول. طبعا انا يعني في المقام برضو الاول دكتوره اماني الجندي برحب وبشكرك جدا، تحيه كبيره ليها، وانا مدير عام الشؤون الادبيه. وعندنا في مشروع عاملينه دلوقتي الملتقى للشباب الثقافي، ملتقى برضو بنتحدث فيه، بنجيب الشباب اللي هم اللي انجزوا نقول ماده ثقافيه، وبنحاول ان احنا برضو نبرز اعمالهم وبنكتشف المواهب. ايضا حابه طبعا اشكر الاستاذه ادريه عبد العزيز ورحب بها مدير عام منح التفرغ ورعايه الادباء. حابه اشكر الاستاذ بخيت عزوز وهو مدير مكتب رئيس الاداره المركزيه. كل فريق العمل، الاستاذه منى عبد الوهاب، معلش تحيه كمان للاستاذه منى، لكل يعني فريق العمل اللي بيشتغل معانا ده يعني من اهم الناس. الاستاذه امل برحب واشكرك جدا جدا. ونفتح يعني لو كان مداخلات يعني نفتح نتفضل كده، بس ممكن بس دكتوره امان.